هقولك النهاردة ازاي نعمل مع بعض طواجن ديسباسيتو. طعمه خيالي بكيك الفudge. حلو جدا لو انت عاوزة تعمليه لولادك او تعملي بيه مشروع، تبدأي بيه مشروع. مكونات سهلة وبسيطة. معايا اول حاجة كوباية من الدقيق، كوباية من السكر، معلقة من الخل، بضاية، نص كوباية من المية، نص كوباية من الكاكاو الخام، معلقة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا. جبت بقى البولة بتاعتي وابتديت انزل بالمكونات الجافة. اول حاجة اخدت كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي مش سكر باودر ولا حاجة، ونزلت على السكر بالبضاية، وكمان نزلت عليهم بمعلقة الخل. وطالما في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا. ضربتهم بقى كويس مع بعض لحد ما لونهم افتح والبيض اختفى تماما، وحبيبات السكر الى حد ما يعني دابت في الخليط. وبعد كده جبت معلقة من القهوة سريعة الذوبان، دي بتعزز طعم الشوكولاتة. بعد كده جبت كوباية من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو، نخلتهم. وخطوة النخل دي مهمة جدا علشان تطلع الكيك معايا هش ومش مكتوم. كده الخليط بتاعي قوامه تقيل زي قوام البراونيز. جبت بقى نص كوباية من المية، عليها نص كوباية من الزيت، وهما الاتنين باردين تماما. دخلتهم الميكرويف لحد ما يغلوا جدا كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده نزلت بالخليط السخن المولع ده على المكونات الجافة بتاعتي. ابتدي ان انا افكك بقى العجينة كده علشان توصل معايا للقوام المطلوب. القوام بتاعه ما بيبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي. حطيته صبيته في القوالب بتاعتي تلت كل قالب. وهنا هعمل بقى الجناش. معايا كوباية الا ربع من الحليب وربع كوباية من الكريم شانتيه، سواء بقى بسكر او خام مش هتفرق يعني. هو كده كده الشوكولاتة اصلا هي اللي بتديله الطعم المسكر. بقلبهم على البارد كويس لحد ما يدوبوا. بحط 3 معالق كبار من الزيت، بقلب لحد ما يدوبوا تماما. بعدين برفعهم على النار لحد ما يكونوا بيغلوا. وبعدين بنزل بالشوكولاتة خام، 200 جرام من الشوكولاتة الخام. وبشيلهم بقى خلاص من على النار، وابتدي ان انا اقلب. السخونيه بتاعت الخليط السائل بتاعي ده هو اللي بيدوب الشوكولاته بتاعتي. ببتدي كده ان انا ادوب فيهم لحد ما اتاكد ان كل الشوكولاته دابت تماما. لو حسيتي ان فيها تخريزات او فيها حاجات مكلكعه، ممكن ان انتي تصفيها بمصفى ضيقة. بعد كده هبتدي احضر الموس البيتي بتاعي. ربع كوباية من السكر الباودر، عليها نص كوباية من الكريم شانتيه. انا بستخدم كريم شانتيه ريتش المتحدة. ومعايا معلقتين كده كبار من الجناش اللي احنا عملناه. لو عايزة تزودي معلقة كاكاو تعزز طعم الشوكولاتة تمام. ومعاكي كوباية من المية المتلجة، مية يعني ممكن على فكرة تستخدميها مية عادية، لكني انا استخدمت مية متلجة. بعد كده ببتدي ان انا اضرب الموز ده لحد ما يوصل للقوام اللي هو الناشف شوية ده. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. انا مش عايزه افضل اضربه كتير، انا عايزاه يوصل للقوام ده. الكيك طلع بقى من الفرن بسم الله ما شاء الله، هش وجميل. قشرت الطبقه اللي على الوش اللي هي بتكون فيها زفاره البيض. ابتديت ان انا احط عليه خليط التسقيه. خليط التسقيه ده عباره عن شويه ميه وعليهم معلقه من الجناش اللي احنا عملناه. ابتديت ان انا بقى احط الموس بتاع الشوكولاته ده على وش الكيك، واسويه كده بسباتولا. واهم حاجه ان انت يكون جنبك دورق ميه سخنه، تنزلي بالسباتولا علشان تنضفيها لحد ما توصلي لسطح يعني متساوي. صبيت الجناش اللي احنا عملناه على القوالب، وجبت بقى شوية كده من صوص اللوتس. لو عندك صوص كراميل، لو عندك شوكولاتة بيضة، لو عندك اي حاجة انتي عاوزة تستخدميها في التزيين زي ما انتي حابة. بس انا حبيت ان انا اعمله بطريقة بسيطة يعني. تكون حاجات ممكن تبقى فاضلة من رمضان، حاجات ممكن انتي تعمليها. صوص الكراميل ده سهل جدا ممكن تعمليه في البيت. استخدمت بسكوت اللي هو اللوتس، او يعني بديل اللوتس. كل اللي احنا بنقوله ده بدايل يا جماعة، احنا طبعا مقاطعين، ربنا يا رب يثبتنا. واخدت كده شوكولاتة بالقهوة ونص بسكوتة كده وزينت بيها الوش. تاني طاجن عملت كده روزتات من الشوكولاتة. جناش الشوكولاتة بس انا حطيته شوية في الفريزر يجمد، بس كان محتاج يجمد اكتر من كده.
علشان تبقى ماسكة نفسها الروزتات. وحطيت عليه كده بديل الأوريو متكسر، وشوية كده من اللولي ده برضو بيتباع عند خامات الحلويات. واخدت نص بسكوتة كده من الأوريو برضو زينت بيها. وبالنسبة للكبات بقى اللي هي بتاعة الدسباسيتو، دي طبعا بتدخل الفرن طبعا زي ما احنا عارفين. برضو حطيت عليها موس الشوكلت و سويت كده بالسباتيولا بتاعتي. كده كل الحاجات دي بتتدارى لما بتصبي الجناش يعني، بس على قد ما تقدري، يا اما جنبك فوطه نظيفه يا اما دورق ميه سخنه. ده كان عندي بقى شوكولاته بيضه سيحتها وحطيت برضو كده على فوق الوش بتاع الجناش. تحطي بقى كمية زي ما انتي عاوزة يعني. احنا بنعمل بأبسط حاجة، ممكن كيس بلاستيك على فكرة لو ما عندكيش أكياس حلواني. وزينتها كده بشوكولاتة وأوريو. ده كان عندي مربى حليب أو صوص كراميل، برضو حطيت كده من فوق الوش. واحنا بنحب صوص الكراميل شويه فزودت. وكان عندي دست ذهبي، زينت كده البارات الشوكليت دي، عملته بالذهبي علشان تنطقه شويه. وحطيت كده شويه برضو من اللولي الابيض علشان اللون ما يبقاش كله غامق في غامق يعني. وبجد دوقي بقى احلى طواجن ديسباسيتو، هتعجبك جدا. الكيك طعمه حلو قوي قوي يا جماعه، حتى لو هتعملي الكيك لوحده. المهم بس ان انتي تسقيه كويس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولي رأيكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.